فيعني انصح اي حد بيربي طيور انه يربي بط، لان من الحاجات السريعه اللي يعني بتلاقي نتيجتها بسرعه، وفي وقت قصير بتبتدي تذبحي او تطلعي من البط اللي موجود عندك. بس هو عاوز شويه اهتمام بسيطه. النهارده باذن الرحمن هنقولك ازاي تهتم بالبط ده. ازاي 5 بس تخلي توصلي وزن البط عندك للاوزان اللي انتوا بتسمعوا عنها بقى، ال4 وال5 كيلو، والاوزان الحلوه دي، بشويه اهتمام بسيطه وبخلطه اقتصاديه بتحطيها للبط عندك، بيجيب نتيجه سريعه معاكي، وعلى 4 شهور بتلاقي ما شاء الله الاوزان عاليه باذن الرحمن. قبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هتعملي اللي هقول عليه ده، هيوصل معاكي الأوزان عالية خالص، بس تستمري عليهم. هم 5 معالق بس، 5 معالق بس، وتفرجي على ما شاء الله صحة البط عندك. يومه هيبقى بيومين زيادة الوزن ما شاء الله، هتلاقيها يوميا هتحس فيه زيادة في الوزن، وهتوصل معاكي الأوزان عالية. ولا البط عندك هيجيله بإذن الرحمن إسهال فيخس منك، هتلاقيه ما شاء الله بسرعة بيفور فوران معاكي. ال5 اللي احنا هنقول عليهم دلوقتي موجودين في كل بيت وموجودين عندك في المطبخ، بس استمر عليهم طول الدورة اللي انت ماشية عليها. هنحطهم على الأكل اللي احنا بنحطه للبط. هقول لكم على خلطة اقتصادية تحطوها للبط عندك بعد ما يكمل حوالي 21 يوم او شهر بالكتير. يكن وهو صغير كده هتحطي له اللي هو العلف 23، وهتحط الخلطة اللي احنا عاملينها قبل كده. هسيبها لكم ان شاء الله يا رب افتكر في شاشة النهاية، اللي هي خلطة الرز مع الداش اللي بنعملهم كأنه رز مفلفل على النار، وبنحط منهم للطيور للبط، ونفتفت له شوية عيش صغيرين مع الخلطة دي، وممكن نحط كبشة صغيرة كده على 23، بحيث يعني من الاخر كده ما شاء الله هتبقى خلطة معاكي جايبة من الاخر لدول الصغيرين. اما الكبار هنحط له اول مكون معاه هو الردة. الردة من الحاجات اللي بتزود الكالسيوم عند البط، وفي نفس الوقت فيها نسبة بروتين، وغير ان فيها نسبة كالسيوم كمان بتكتر اكل البط، لان انتوا عارفين البط بيحب اكل كتير. فالردة اللي هي قشور القمح، لو محدش عارف يعني ايه الردة، هي قشور القمح. القمح اما يطحن بياخدوا منه القشور دي، هي دي اللي بنستخدمها. بتزود كمية الاكل، فبتخلي الاكل مشبع للبط، غير انها طبعا مفيدة. تمام، يبقى حطينا حوالي 2 كيلو ردة. ده اول مكون. تاني مكون اللي انتوا شايفين ده اللي هو الداش، اللي هو الذرة الاصفر المتكسرة، ذرة اصفر متكسرة نفس الكمية. يعني حطينا 2 كيلو ردة هنحط 2 كيلو داش، حطينا كيلو ردة هنحط كيلو داش. تمام. ويفضل، انا البط طبعا كبر شوية، فيفضل ان يكون الداش الخشن مش الناعم قوي، عشان ما يهدرش منهم، وفي نفس الوقت هم خلاص كبروا، فتحطوا الداش اللي هو الخشن شوية. تالت مكون، ده المكون ده رهيب في زيادة الوزن، حلو قوي المكون ده. ايه المكون ده اسمه كلفة حمام، او العليقة بتاعة الحمام. انتوا بتروحي تقولوا للراجل انا عاوزة عليقة حمام، حطينا كيلو، حوالي كيلو. العليقة بتاعة الحمام دي فيها كمية حبوب حلوة جدا لزيادة الوزن. هتلاقوا فيها طبعا التوب بتاع الخلطة اللي هو الفول الصغنن ده اللي انتوا شايفينه. الفيلو الصغير ده من الحاجات اللي بتملى اللحمة بسرعة، وتملى صدر البطة كده، ويبقى صدر محترم، تلاقوا فيه لحم كده وكميته حلوة وعالي. هو الفول ده، الفول الصغنن ده غير كده هتلاقوا فيها بسلة. البسلة فيها نسبة بروتين حلوة وبتزود الوزن. فيها الذرة العويجة برضو حلوة للبط. فيها الذرة الأصفر بس مش متكسرة، وقلنا اللي خلاص هو البط كبر فهياكلها عادي. فيها كمان قمح. القمح من الحاجات الحلوة برضو اللي بتملى معايا البطة، وبتخلي طعم اللحم حلو. فالكلفة الحمام دي من الحاجات الحلوة اللي انتوا تحطوها فعلا، هتزود معاك الوزن بإذن الرحمن، وفي نفس الوقت بتدي طعم حلو جدا للحم. يبقى حطينا 2 كيلو ردة، 2 كيلو داش، كيلو كلفة حمام. ايه المكون بقى الرهيب ده؟ المكون التوب في الخلطة، او المكون فعلا الحلو جدا اللي هيعلي معاكي ويخلي الخلطة سوبر كده ان شاء الله. ده المكون ده اسمه ايه؟
كسر الفول. عارفين الفول المدشوش، بس ده مش هيبقى صحيح، ده بيبقى مكسر وبيبقى فيه قشور. بس تجيبوا حاولوا تجيبوا النوعية اللي ما فيهاش يعني في نوعية بتبقى كلها قشور، دي بتبقى مش ملهاش افادة. زي ما تجيبوا شايفين ده، هتلاقوا القشور قليلة خالص، لكن الفول نفسه هو الاكتر. فده اللي احنا عاوزين كمية الفول هي الاكتر، لان ده اللي هيحمل معايا الوزن. كسر الفول من الحاجات فعلا اللي بيزود معاك البط، لان لو تفتكروا امهاتنا زمان كانوا بيزغطوا البط بالفول، الفول اللي هو بتاع الحمام ده الصغير، ده انت بتحطيه مدشوش وتريحي دماغك. طبعا مفيش حد عنده وقت دلوقتي انه يقعد يزغط البط بقى، وكانت الناس فاضية ورايقة، الله يرحم اهالينا جميعا. فالفول ده من الحاجات حطيها كده وشوفي وزن البط معاكي. هتحط حوالي نص كيلو كسر فول، يبقى على الكمية دي هنحط نص كيلو كسر فول. تمام، بس حاولوا تجيبوا الفول زي ما قلنا ما يبقاش فيه قشور كتير، خلي مادة الفول نفسها هي الاكتر، او الكسر الفول نفسه هو الاكتر. تمام. وهنحط كمان كيلو علف، 21 كيلو علف تسمين. الناس هتقول طب ما نشيل العلف. لا، العلف من الحاجات اللي بتساعد المكونات كلها انها فعلا يحصل تمثيل غذائي كويس للبط. فما نستغناش طول الفترة ما انتي لغاية ما تذبحي حطي، الا لما تذبحي قبلها بيومين 3 ممكن، عشان يبقى طعم اللحمة احلى واحلى، تمنعي خالص العلف. لكن طول ما البط عندك لسه ما ذبحتوش حطي لازم. واحنا كل اللي حطيناه على الكمية دي هو كيلو علف 21 بس، فمش مكلف. يعني انت حاطه 2 ردة، وحاطه 2 داش، وحاطه كيلو كلفة حمام، وحاطه نص كسر فول، وحطينا كيلو اللي هو علف 21. في مكون تاني انا ما كانش عندي برضو لازم نحطه، لان هو فعلا بيزود كمية الاكل وفي نفس الوقت بيحمل وزن معاكي. العيش المدشوش، هتجيبي شوية عيش ناشفين يكونوا موجودين عندك، منشفاهم كسريه، وهتحطي حوالي 2 كيلو عيش. دي الخلطة، وهسيب لكم برضو ان شاء الله في شاشات النهاية برضو خلطة للكبار دول. طب ايه الخمسة بقى اللي احنا قلنا عليهم؟ الخمسة دي 5 معالق حطيهم على الخلطة من وهم صغيرين، سواء الخلطة للبط الصغير او الخلطة للبط الكبير اللي احنا قلنا عليهم دلوقتي. ال5 معالق دول هما حبة البركة، معلقة حبة بركة، معلقة نشا، معلقة سمسم، معلقة كركم، معلقة كزبرة. نقولهم تاني: معلقة حبة بركة، معلقة سمسم، معلقة كزبرة، معلقة كركم، معلقة نشا. ال5 معالق دول لو استمريت عليهم من بداية دورة البط من وهو عمره يوم لغاية آخر حاجة، ما شاء الله هتاخدي وزن عالي، وصحة البط معاكي ما شاء الله، وهيفرق، وهتلاقي يومه بيومين. معلقة النشا دي من الحاجات، احنا دايما نشتكي ان البط عنده اسهال، البط بيخس عشان عنده اسهال. حطي معلقة النشا على الاكل دي، هتقضي معاكي، هتمسك معدة البط عندك ومش هيجيله اسهال، وهتلاقي الوزن ما شاء الله في ازدياد. كمان ممكن تحطي، هقول قبل ما اكمل ال5 معالق، ممكن تحطي معلقة فلاجيل على المية بتاعته كل يومين 3. ده بيخلي مفيش اسهالات، ومطهر معوي قوي للبط، وفي نفس الوقت مش هتلاقي عندك البط جاله اسهال. تاني معلقة حبة البركة، دي من الحاجات اللي هتزود معاكي البروتين. يعني البروتين اللي انت بتقدميه للبط من الخلطة اللي احنا عاملينها هتزود معاكي نسبة البروتين، يعني هتعلي نسبة البروتين، فبالتالي هيزيد وزنه اكتر. كمان من انها صيدلية متكاملة، حبة البركة دي صيدلية متكاملة زي ما انتوا عارفين فايدتها للإنسان، فما بالك فايدتها برضو للطيور اللي انت بتربيها. هتعلي معاكي مناعة الطيور، فمش هيعيا ان شاء الله، مش هيجيله سهالات، مش هيتعب منك. فبالتالي ما شاء الله طالما صحة البط معاكي، هيتفتح نفسه على الاكل اكتر، هيدوس في الاكل اكتر، هيجيب معاكي وزن بسرعة. تالت معلقة الكركم، برضو صيدلية متكاملة. انتوا عارفين الكركم طالما بتربي اي طيور، الكركم ده لازم يبقى موجود عندك في اكل اي طير عندك، فراخ، بط، حمام، اي حاجة حطيله من الكركم. بعد كده ربع معلقة الكزبرة، ريحتها بتجذب الطيور انها تاكل كويس، وفي نفس الوقت بتحسن معدة الطيور عندك، فبالتالي هيزيد وزنه يوم ورا يوم. قلنا ايه تاني؟ معلقة ايه تاني؟ احنا قلنا النشا، وقلنا حبة البركة، وقلنا الكزبرة، وقلنا الكركم. فاضل ايه تاني قلنا نسيناه؟ السمسم. السمسم من الحاجات القوية جدا اللي بترفع وزن الطيور عندك،
فالسمسم هيزود برضو نسبة البروتين ونسبة الدهون الصحية ونسبة الفيتامينات. حتى في الطبيعي العادي اما بيكون حد عاوزين يزودوا وزنه بيقولوا له كل سمسم كتير، كل حلاوة طحينية كتير، كل مثلا الطحينة كتير. انا بصرف النظر اذا كان ده صحي للانسان ولا لا ان يزيد الوزن بالطريقه دي، بس انا عارفه طبعا ان اي نباتات خلقها ربنا هتبقى مفيده اكتر من الحاجات اللي بيصنعها البشر. فبالتالي اكيد طبعا مفيد للطيور، فهيزود معاكي الوزن بسرعه، هيعلي معاكي الوزن. فمن الخمس حاجات دي لو التزمتي بيهم يوميا تحطيهم على اكل الطيور عندك، ما شاء الله هتخلصي الدوره بدري، هتلاقي اوزان ما شاء الله زي اللي انت بتسمعي عنها. ما شاء الله هتلاقي عندك البط صحته يومه بيومين زي ما بيقولوا، يومه بيومين وثلاثة كمان. هتذبحي بسرعة، هتطلعي البط عندك لو للتجارة هتطلعيها بسرعة. ده غير الطعم ما شاء الله هتلاقي طعم لحم حلو، طبعا بالخلطة كمان اللي احنا قلناها للأكل هتخلي لحم البط عندك ما شاء الله حلو ولونه أحمر زي الحمام كده. عارفين طعم الحمام؟ هتلاقوا البط لو التزمتوا بالخلطات اللي احنا قلنا عليها والخمس معالق هتلاقوا طعمه زي الحمام ما شاء الله. لو انتوا معايا لغايه دلوقتي متنسوش اللايك، وان شاء الله تستفيدوا بالفيديو، ودايما بيوتنا وبيوتكم كلها خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.